السلام عليكم، اهلا بيكم في حكاوي نوح. قبل ما نبدا ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب علشان يوصلك مننا كل جديد. اللي هحكيهولك ده قصه حقيقيه من ملفات النيابه العامه. اسلام بعد ما دوروا عليه لمده 6 سنين، 6 سنين كاملين لقيوا جثته في المصرف من 5 شهور بس. 6 سنين واهله بيدوروا في كل حته على امل انهم يلاقوه. صحابه عمرهم ما سابوه، والدته ليل ونهار كان بتدور عليه. لكن تخيل بقى ان اصحابه نفسهم هم اللي عملوا فيه كده. تعال نرجع من الاول. طيب، سنة 2019 محافظة الدقهلية بالتحديد في المنصورة، في قرية اسمها النسيمية. دي القرية اللي كان ساكن فيها اسلام. في يوم وقفة عيد الاضحى اصحابه اتصلوا بيه وقالوا له: يا اسلام، عايزين نسهر النهارده مع بعض. اسلام وافق وقال لهم: خلاص، النهارده باذن الله بعد العشاء هاجيلكم ونسهر مع بعض. قالوا له: تمام، هنتعشى سوا وبعد كده نسهر لحد الصبح. بالفعل اسلام بالليل وهو نازل قال لوالدته ان هو رايح يسهر مع اصحابه، هيتعشى معاهم وهيجي على صلاة الفجر او صلاة العيد. الام هنا قالت له ماشي، لانها كانت واثقة في اصحابه اللي متربي معاهم من وهو صغير وعارفاهم كويس. لكن للاسف اصحابه دول هم اللي كانوا السبب في اختفائهم. عدى وقت صلاة العيد واسلام مرجعش. اتصلت بيه على التليفون بيرن ومحدش بيرد. القلق بدأ ياكل في قلبها. اسلام فين؟ كلمت واحد من صحابه اللي ما كانش معاهم وقالت له: ما شفتش يا ابني اسلام؟ قال لها: لا يا حاجه، انا اخر مره شفته قال انه رايح يسهر مع فلان وفلان، بس انا ما رحتش معاه. لكنه بعدها طمنها وقال لها ان هو ممكن يكون راح سير معاهم ونام او راح مشوار. قال لها ان هي تستنى لحد الظهر او العصر. وبالفعل الام استنت ظهر، عصر، المغرب، العشاء، الليل، واسلام مرجعش. هنا القلق بقى خوف حقيقي، وراحت تسأل الشباب اللي كان رايح يسهر معاهم وقالوا لها: لا يا حاجة، اسلام ما سهرش معانا، احنا اتعشينا وهو قال انه هيروح البيت ويجي بس مرجعش. وراحت للتاني وقال لها نفس الكلام، وراحت للتالت واكد نفس الرواية بالحرف. الام هنا توترت، قالت: طب والنبي يا اولاد ما تدوروا معايا عليه، انا عمال ارن عليه تليفونه مش بيرد. قالوا لها: خلاص، ما تقلقيش يا امي، روحي انتي واحنا هنقلب الدنيا عليه. وبالفعل نزلوا يدوروا في كل حته، كلموا كل معارفهم، وكان باين جدا قدام الناس انهم بيدوروا عليه بجد وانهم خايفين عليه فعلا. وعدت 48 ساعه واسلام ما ظهرش. الام راحت عملت محضر باختفاء ابنها، والمباحث بدات تدور وتدور، لكن مفيش اي اثر، كانه فص ملح وداب. وعدى شهر، 2، 3، والكلام في البلد يبدأ وينتشر، ويقولوا: ده شكله ركب مركب وسافر إيطاليا. والتاني يقول: لا 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 لا، ده هرب ومشي. لكن الأم ما سابتش مكان اللي لما دورت فيه. لكن الشهور بقت سنين، والسنة بقت 2، والاتنين بقوا 4، لحد ما بقوا 6 سنين كاملين وإسلام مختفي، وأمه مفقدتش الأمل لحظة واحدة إنها تلاقيه. وفجأة وفي يوم كان صحابه التلاتة كانوا في العريش، حصل ما بينهم خلاف كبير. كل واحد فيهم بقى شاكك في التاني، كل واحد فيهم بقى خايف انه يتغدر بيه زي ما حصل لإسلام. والخوف بدأ ياكل في قلوبهم، لحد ما واحد فيهم قرر ان هو يسبقهم، قرر ان هو يروح ويسلم نفسه، وقال: لو اعترفت ممكن الحكم يتخفف والباقي يتعدموا وانا اعيش. وبالفعل دخل اسم الشرطة وقال جملة صدمت الكل. قال لهم: احنا قتلنا صاحبنا من 6 سنين. الضابط كان مصدوم، الاسم كله كان مصدوم، وبدأ التحقيق فورا. قال لهم: بص يا فندم، يوم الوقفة كان في واحد مننا بينه وبين إسلام خلاف، كان بيقول إن إسلام بيتكلم على أخته كلام مش كويس ومش سايب سيرتها إلا لما يجيب فيها، وبمعنى صح كان شايف إنه دايس على عرضه وشرفه. وبالفعل بدأ يسخنا ويشحن على إسلام، مع إن إسلام يا فندم كان بريء من كل ده خالص، ما عملش حاجة. فكلم إسلام وقال له يجي عنده البيت، وقال له: تعالى نقعد سوا. وبالفعل رحنا وتعشينا وقعدنا مع بعض. لكن صاحبنا ده كان ناوي إن هو يقتله، وإسلام كان بيهزر معانا ومدينا الأمان ومش شاكك في أي حاجة،
ما احنا اصحاب عمره يا باشا. وفجأة صاحبنا ده ضربه كذا ضربة من ورا بآلة حادة لحد ما وقع على الأرض. أنا لسه لحد دلوقتي فاكر بصته لينا، بصته لصاحبه، وهو مش مصدق ومش مستوعب إن إزاي ده بيحصل ومن مين؟ مننا إحنا أصحابه. وبالفعل يا باشا سام وقع ومات في ساعتها. وجبنا ملاية حطيناه فيها وربطناه كويس، وحطينا طوب علشان تتقل، ورميناها في المصرف. وقتها المباحث والطب الشرعي راحوا على المكان وفتحوا المصرف، ولقيوا بالفعل بقايا رفات اسلام، بس لحد دلوقتي ما كانوش متاكدين ازاي هيثبتوا ان ده عظم اسلام بالفعل. الطب الشرعي قال الحل الوحيد هو تحليل الدي ان ايه، لكن للاسف لازم علشان يعملوا كده يبلغوا والدة اسلام وياخدوا منها عينه للمطابقه، ولو على عينه طلعت فعلا متطابقه معاه يبقى ده بالفعل عظم اسلام. وفعلا بلغوا والدته، راحت القسم وبداوا يكلموها بهدوء، قالوا لها يا حاجه احنا لينا اسلام. الست فرحت جدا، ما كانتش مصدقه نفسها، زغرطت من الفرح. بس قالوا لها استني يا حاجه لازم نفهمك حاجه، انت ست مؤمنه، اسلام توفاه الله. الست وقعت من طولها، ما بقتش مصدقه اللي سمعاه، من فرحه لصدمه في لحظه واحده، لكن جواها احساس غريب، كان بتقول ما يمكن ده خير، على الاقل هعرف ابني فين وادفنه. لكن الصدمه لما سالتهم لقيتوه فين ومات ازاي وامتى، علشان يردوا عليها ويقولوا لها ان احنا لقينا بقايا عظم، وواحد من اصحابه اعترف ان هو اللي قتله هو وناس تانية. وده الوجع الحقيقي. قالت ازاي؟ دول كانوا بيدوروا معايا، دول ما سابوش مكان اللي لما راحوا معايا فيه، دول كانوا بيعيطوا قدامي، دول هم اللي كانوا بيراعوني كأني امهم. لكن الحقيقة انهم كانوا بيعملوا كل ده علشان بس يداروا على جريمتهم. وبالفعل راحت تعمل تحليل الدي ان ايه، وكانت كل يوم بتدعي يا رب ما يكونش ده عظم ابني، وفي نفس الوقت يا رب يكون هو علشان اطمن. لحد ما جه الخبر الاصعب، يا حاجة البقاء لله، التحليل اثبت ان ده فعلا عظم ابنك اسلام. في نفس الوقت المباحث قبضت على باقي المتهمين وتحولوا للمحاكمة، ولحد دلوقتي القضية لسه شغالة، بس كلنا واثقين ان حق اسلام مش هيضيع. خد بالك دي جريمة فضلت 6 سنين محدش عارف عنها حاجة، وكان خلاص كل الناس نسيتها، لكن في لحظة بسيطة اتكشفت كل حاجة. علشان كده دايما بنقول ان مفيش جريمة كاملة، وربنا سبحانه وتعالى عمره ما بيسيب حق حد. ممكن الموضوع يتأخر بس عمره ما بيضيع. فقبل ما تفكر تأذي حد افتكر ان قبل القانون وقبل اي حاجة ربنا موجود، ولو محدش كشفك ربنا هيهيئ سبب بسيط جدا، اصغر الاسباب، علشان تتكشف. ربنا يرحم اسلام ويصبر والدته. ولحد هنا نبقى وصلنا لنهاية قصتنا. في النهاية ما تنساش لو القصة عجبتك لايك وشير وسبسكرايب علشان نقدم محتوى اكتر واكتر، ده طبعا بتشجيعكم ودعمكم لينا. وبس كده، سلام.